أنا من الكويت. والنعم، يا هلا وسهلا. بس طبعا مقيمة بالسعودية، يا هلا وسهلا. يعني جارة لكم. يا هلا وسهلا. طبعا بداية قصتي كان عندي 3 صبايا، أسأل الله إن شاء الله يعوضني فيهم الفردوس الأعلى من الجنة. فربت بيت، يعني كرست حياتي في سبيل تربية أبنائي التربية الصحيحة. للأمانة ما كنت حريصة على دراستهم أو قلقة على مستقبلهم قد ماني حريصة على قلوبهم وعقيدتهم، صلاح قلوبهم. كان هذا يعني درجة أولى في حياتي. سلوكياتهم، عقيدتهم، يعني أنا ما أعلقهم فيني وأوجههم على أساس إني أنا اللي أتكفل بمستقبلهم ولا بحياتهم، لا. أنا أوصلهم، أحاول قدر المستطاع أوصلهم بالمصدر اللي هو الله جل في علاه، شلون يتوكلون عليه، شلون يستعينون عليه، شلون يعرفون من هو الله. اللهم لك الحمد والشكر والثناء الحسن. فما كنت أخاف عليهم غير من الفتن. وكل أم تسمعني الآن، لا تخافين على عيالك ولا تقلقين على مستقبلهم، خافي عليهم من الفتن وركزي على صلاح قلوبهم. إن أصلحتي نفسك وأصلحتي أو فكرتي في صلاح أبنائك، راح يسعد الله ويصلح حالك وأحوالك في الدنيا والآخرة. فقبل تقريبا 3 سنوات طبعا فجأة لقيت نفسي ملتزمة بكلمة التوحيد، على كثر ما أسمع بهذه الكلمة. وممكن كثير ناس كانوا يسألوني شنو سبب ثباتي هذه الكلمة العظيمة. طبعا وقتها ما كان عندي ابتلاء عظيم، كان عندي أمور الدنيا اللي علي وعلى غيري. طبعا أنا من طبعي ما أحب أقاوم أقدار الله، من النوع اللي إذا أرهقني شيء أو أتعبني شيء على طول أسند الأمر لملك الملوك. فما كان يطول علي بلاء برغم الابتلاءات اللي مرت علي، من مرض، من ظلم، من ظروف، من لكن كانت تعدي بفضل من الله ومنه، ما هو مني. طبعا أنا استشعرت بعدين فضل الله علي. فقبل تقريبا 3 سنوات تقريبا، لما لقيت نفسي ملتزمة بكلمة التوحيد، أو أنصح كل واحدة تسمعني الآن بكلمة التوحيد، فكنت أقولها 100 مرة. كانت ثقيلة صراحة، يعني يدوب أتنفس لما يعني أتكلم عن هذه الكلمة. 100 مرة ثقيلة. أسبوع، أسبوعين، من 3 أسبوع صرت خلاص، صارت جزء من حياتي. صرت العكس، ما أرتاح إلا لما أرددها. فكنت أقول أنا ليش حريصة على هذا الذكر؟ يعني اللهم لك الحمد أموري ماشية، صحيح في يعني بعض الأمور، لكن اللهم لك الحمد. أتحدث دائما عن نعم الله علي دائما وأبدا. فعرفت أن الله في لحظة كنت أسأل نفسي ليش أنا حريصة على هذا الذكر. عرفت أن الله يهيئني لهذا الأمر اللي هو شنو. كان في بداية إجازة، وكنت سابقة بناتي قبلها بيومين عند والدتي. فبناتي على أساس أنهم آخر اختبار يوم الخميس، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بناتي على أني ما كنت حريصة إلا أنهم مو متفوقات، موهوبات. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. المعلمات يعني كانت واحدة منهم تقول أنا أستحي أعطي بناتك هالمنهج، لا عقولهم لا تفكيرهم. على أنها كانت تقول هذا الكلام، إلا أني كنت والله العظيم حتى خواتي ما كنت أقول لهم. ما كنت أفرح قد ما أخاف، لأن الحياة والدين ما فيه منطقية. فأنا أحيانا يكون الإنسان ذكي أكثر من اللازم، فيأثر عليه في عقيدته والعياذ بالله. فكنت أسأل الله أن يصلح قلوبهم وما يضلهم الله يعني بعلم شاطح على قولتهم. اللهم لك الحمد والشكر. أساس أن آخر يوم كان الخميس، والجمعة والسبت أجيبهم أبوهم، وأنا كنت سابقتهم عند أمي. الأمر راح له، شاء الله جل في علاه. وهم مرة طبعا خالتهم بالصدفة، سبحان الله، ولا هي صدفة، لا أقدار الله. فتعلقوا معاها. بنتي الكبيرة ما كانت يعني تبي تجي. يما ايش رايك؟ قلت تعالي بس 5 أيام، والعطلة 10 أيام، يمدينا نرجع ونخلص الشغلة اللي انت تبينها. مرتهم خالتهم بالطريق، صار لهم حادث. فأول أنا طبعا أول ما فقدتهم، ما أخفيك، حاولت إني أتواصل. حسيت إن أمن الطرق عندهم شيء بس ما يبون يوصلون لي. المهم واحدة من خواتي لما شعرت إن فيه يعني حادث، قالت شوفي ترى حادث لكن كسور مكسور. أنا ما أخفيك، قلت لا إن شاء الله كأنها كسرة على قلبي، لأني مو أم عادية، أنا إنسانة حنونة على البشر كافة، فما بالك في أم للأبنائها.
فقلت له إن شاء الله. أنا قلتها لأني فعلا حسيت بكسرة في قلبي، ما أتخيل يجيهم خوف أو كسور، ما زالوا في الدنيا يعني. فرفعت التليفون على أساس إني أكلم أبوهم، إلا أتفاجأ أن عنده الخبر. قال لي طبعا أختي وعيالها 2 بنت وولد وبناتي 3 صبايا، قال كلهم ماتوا. لا تسأليني يا أستاذ يا حصة، وقعها على قلبي، مو ماتوا، لا كأنه يقول لي ارتاحوا. فعلى طول تصبرت بالله واسترجعت، سجدت سجود شكر لله وحمدت الله وتصبرت، ومن يتصبر يصبره الله. طبعا ما أخفيكم لحظة حسيت فعلا في كأن في شيء ماسك على قلبي، ماسك على قلبي، مو يعني مو فجيعة، لا في شيء ثابت فيني، بس ما أدري شنو، ما كنت مستوعبة الأمر في البداية. طبعا قدرت إني أوصل لوالدتي الخبر لأني كنت خايفة عليها. خواتي كانوا حولي، كانوا يقولون البعض طبعا قبل ما يقول لي أبوهم الخبر كان في ناس قاعدين يمهدون، طبعا هم توفاهم الله على طول، بس كان فيها زوج أختي كان يحاول يمهد الموضوع لنا، فكان يقول البعض دخلوا عمليات، البعض حالته حرجة، فكنت أتألم بهذا الكلام. لكن من قال ماتوا خلاص ماني أرحم من الله فيهم. فعلى طول فوضت أمري لله واسترجعت، وكنت أقول لهم اللي تبي تصارخ والله تصيح، أمي لا تسمع لأني ما أبي أفجع أمي إنسانة يعني حيل حساسة وحيل يعني قبل بناتي ولد خالي حيل تعبت أمي، ما كنت موجودة عندها. فشلون الحين لما أقول لها بنتك و5 من أحفادك؟ يعني المصيبة عظيمة لكن الله أعظم. المصيبة كانت كبيرة لكن الله كان أكبر، كان إله عظيم تولاني برحمته وعطائه، فقدرت إني أوصل الخبر لأمي بكل هدوء. طبعا أمي لما استوعبت يعني كأنها تبي تواسيني، قالت يا بنتي يمكن خيرة. قلت لا يمه، كل أقدار الله خير. طبعا أنا ما أدري يعني عمري في حياتي ما أحسنت الظن وآمنت وأيقنت بعظمة الخالق ورحمته قد ما شعرت فيه هذه اللحظة. فكنت كل الأفكار اللي في بالي الحمد لله ماتوا على ملة الإسلام، الحمد لله ماتوا هم يصلون، الحمد لله ماتوا أنا راضية عنهم، فكان كل الأفكار اللي في بالي حسن ظن بالله. طبعا أنا عرفت إنها بسبب كلمة التوحيد رحمة من الله لي لحد من الشيطان للسيطرة علي وعلى تفكيري أو على مشاعري. طبعا تصبرت في البداية، كان في ألم، لكني كل ما أتذكر أنهم عند إله عظيم. فكنت ناس من حولي كانوا في صدمة شوي، كان الكل متوقع أني في صدمة، الكل متوقع إني غير مدركة، إني في صدمة، أو يعني ما حد كان مستوعب. يعني لدرجة في واحدة من خواتي كانت منهارة تقسم إني غير مدركة. طبعا هم حكموا بناء على شخصيتي أنا كأم، وعلى قولتهم أنت حنون على عيالنا فما بالك على بناتك، فما كانوا متوقعين إن في إله عظيم قادر على أنه يربط على قلبي ويثبتني في هذه المصيبة العظيمة. اللي صار شنو أو شنو اللي استنتجته بعد هذا البلاء؟ طبعا في البداية في ألم، فكل مشاعر تجيني سلبية ما لجأت لأحد، لا لأمي ولا لخواتي ولا لصديقة ولا لزوجي. كنت لما تجيني لحظات الضعف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طبعا أنت لما قبل شوي تتكلمين عن لا تشتكون لا تتدمرون، كان هذا الطبع فيني، أنا إنسانة ما أحب الشكوى، أي أمر يهمني شكواي لله، أسند الأمر إلى الله، لدرجة إني استعدت الذكرى والذكريات في حياتي وأدركت أن سبب عدم إطالة البلاء علي تسليمي لقضاء الله وقدره دائما وأبدا. بس المشكلة كان في التوقيت، يعني قبل كنت ما أسلم إلا لما أتعب وأحزن وأتضايق، فما أتحمل أشوف، يعني ما أتحمل الضعف أو الانكسار أو الحزن، فخلاص أسلم الأمر، أقول الله قدر هذا الأمر، الله أشاء هذا الشيء. فلما أسلم الأمر سبحان الله أطمئن وأتجاهل هذا الوضع أو هذا الشيء فيعدي بلائي، ما كان يطول علي بلاء. لكن في بناتي وأختي لا، على طول سلمت الأمر. هذه النقطة. طبعا أنا ليش سلمت الأمر؟ لأن سبب مريت في بلاء سابق طبعا سلمت بعد فترة، ومع الوقت أظهر لي الله جزء من الحكمة، جزء بسيط.
فعاتبت نفسي في هذه الفترة، لأني أنا إنسانة ما يعني أحب أتفكر في كل شيء، أعلم إن كل شيء له حكمة في هذه الدنيا. فكنت أرى إن هذا الابتلاء اللي أرهقني وأحزنني مع الوقت كان هو خير لي. فأنا الآن ارتقيت شوي، يعني أدركت إن الله ما يقدر لك الخير. عاتبت نفسي إني أعطيت الموضوع أكبر من حجمه، حزنت أكثر من اللازم، يعني أعطيت الموضوع أكبر من حجمه. لكن لما ارتقيت خلاص صرت أسلم الأمر، إن أي شيء يحدث يعني بأمر من الله خلاص أسلم. طبعا اللهم لك الحمد والشكر. عرفت أن الله ربط على قلبي في هذه اللحظة. كنت أسمع دائما أستوقف عند هذه الآية أم يوسف، لا حول ولا قوة إلا بالله، أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها. كانت تستوقفني هذه الآية، أقول شلون راح تكون ربطة القلب؟ الله شلون من الأم اللي راح تحط ولدها بالنار وتخليه، يعني شيء عظيم سبحان الله. لأني كانت تستوقفني هذه الآية أراني الله هذا الشيء في نفسي، فربط الله على قلبي في مصيبتي في فقد بناتي وأختي. أسأل الله أن يعوضني فيهم الفردوس الأعلى. طبعا مصيبة يعني، والفقد يقال كل شيء يتعوض صح، إلا الفقد إلا الموت. لا، حتى في هذا الموضوع أنا بديت أصحح مفاهيم الناس. حتى في الموت الفقد اللي ما يختلف عليه اثنين، ممكن البعض يقول شو العوض بعده، شو العوض؟ لا، أنا وجدت جبر الله وعوض الله، وجزء من الحكمة أظهرها الله لي في فقدي لبناتي وأختي، جعلني أنهار تعظيم لله على عطائه. ما قاعد أشوف إن هذا يعني ابتلاء شر، لا، الله جل في علاه اختبرني فيهم ظاهرة شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسبحان الله، بداية فقدي لهم كانوا الناس لما يقولون الله أنت إن شاء الله صابرة ومحتسبة، طبعا كان في ناس يقولون يعني إن شاء الله أنك صابرة بس اعرضي نفسك على دكتور، اعرضي نفسك، يعني كثير ناس كانوا يلحون علي. ما أخفيك يعني من باب إني عشان يعني قلت يمكن أنا ماني مستوعبة أو في صدمة. مع العلم كانت تجيني رسائل من الله، يعني أنا أتذكر بعدهم يمكن 3 أسابيع جاني الشيطان قال أنت من تكونين عشان الله يثبتك هذا الثبات. طبعا أنا إنسانة عادية يعني مقصرة، ما عندي زود طاعات، ما عندي زود عبادات، سوى أني أحب الله ورسوله وأتقي الله في كل شيء، في نفسي، في زوجي، في أبنائي، في كل شيء. هذا اللي أنا أعرفه، وأحب الخير للناس وأحب أجبر خواطر الناس، لكن إنسانة جدا عادية. فلما الشيطان جاني قال فلانة 2 في حداد، وفلانة حزينة، وناس يقعدون سنوات، وإنتي بس يضيق خلقك شوي وتذكرين الله وتهدى نفسك وتطلعين تسولفين عادي وتاكلين عادي، فانتابني خوف. يعني أنا ما تكلمت اللحظة هذه، لكن لما انتابني خوف في داخلي، سبحانه يعلم السر وما أخفى. فحسيت إني بديت ممكن إني أنهار، ممكن إني أكون في صدمة، ممكن لأن ثباتي أنا فعلا كنت أستغرب نفسي، كنت أقول أنا فعلا أنا حنونة حيل، شلون يعني أنا أكون بهذا الثبات؟ في اللحظة اللي حسيت بس بخوف فخذيت التلفون. أنا أحب أشغل نفسي بمقاطع الرضا، الصبر، الأجور، حياة البرزخ. طبعا أنا أحب أقرأ من سنوات هذه الحياة، فأحاول أثبت نفسي يعني. فرأيت رسالة من الله في هذه اللحظة أول ما فتحت تيك توك، إلا قصة الصحابية رضوان الله عليها اللي في غزوة أحد، لما أشاع أن النبي اللهم صل وسلم عليه قتل، فجابوا أبوها وأخوها وزوجها وولدها كلهم مستشهدين. أبوك مات، زوجك مات، أخوك مات، ولدك مات. كانت تقول ماذا فعل رسول الله، يعني عزها وسندها وقلبها وروحها. فكانت تقول ماذا فعل رسول الله، ليه ما شافت الرسول؟ وقالت بأبي أنت وأمي كل مصاب بعدك جلل. طبعا أنا أعرف هذه القصة، بس ما سبحان اللي خلاها تروح عن بالي وتجي بالوقت اللي خفت. لما خفت يعني شوف، أنا ما في أحد، أنا كنت أصبر الناس، أنا أصلا الناس كانوا متوقعين إني في صدمة، وأنا كنت أتكلم كنت أستغرب أصلا من نظراتهم، لكن كنت أحتاج أحد يقول لي هذا الكلام. وقتها كنت أنا اللي أصبر الناس وأقول الحمد لله أنا راضي بقضاء الله وقدره، وبناتي ماتوا على ملة الإسلام، وأختي ماتوا وهم يصلون، فكنت أصبر نفسي بنفسي. الحمد لله. لما شفت هذه القصة رسالة من الله، وكأن الله يقول لي أنا ثبتك،
يعني هذه الصحابية امرأة مثلنا، ما هي نبية ولا رسولة، لكن رسول، لكن حبها لله ورسوله جعل منها ثبات عجيب، لدرجة أنها ما تزعزعت بوفاة زوجها وأبوها وأخوها كلهم في استشهادهم في هذه المعركة. فأدركت أن الله جل في علاه تولاني برحمته، وانهرت في هذا اليوم. يعني حتى بكاء يمكن ما بكيت على بناتي، تعظيم لله اللي تولاني برحمته. فكانوا في البداية لما كانوا يقولون الله راح يعوضك الله راح يعوضك، في داخلي ما أخفيك ودي أقول طبعا وقتها الحياة ولا شيء، قلبي كان شوي فارغ، مو شوي كثير فارغ، لكني متصبرة راضية، شعور ما أقدر أوصفه. اللهم لك الحمد. لما تجيني لحظات الضعف مجرد ما أذكر الله كنت أحمد الله والغصة فيني، بس من أقول يا رب عوضني فيهم الفردوس الأعلى. أنا ما عاد أجد في الدنيا شيء، أنا الدنيا أصلا من قبل وفاتهم ما تعني لي شيء، فما بالك بعد وفاتهم. فكنت أقول يا رب عوضني فيهم الفردوس الأعلى. تنزل مني دمعة دمعتين كأنها على قلبي مثل الماء البارد، على طول تهدى نفسي، أطلع لأمي الخواتي لزوجي وأنا بس أتحدث عن الله، عن رحمته وعن عطائه في أمور كثيرة. فكانوا لما يقولون لي اعرضي نفسك على دكتور، قلت ممكن عشانهم، لدرجة في واحدة تقول أنا حاجزت لك عند دكتور بس نبي نطمن عليك، ما حد مستوعب، ما كان حد مستوعب. طبعا استشرت دكتور عن طريق المواقع، قلت موضوعي كيت وكيت وكيت. طبعا أنا قلت له عن حياة يعني سابقا، تكلمت عن شنو وضعي، شنو تفكيري، شنو تربيتي لبناتي، شنو أصلا نظرتي للحياة. فقال لي الدكتور كلمة ثبتتني، قال ما في أحد بينه وبين الله عمار جاء وزارني بالعيادة، اللي يقول لك روحي عالجي هو اللي يحتاج إلى علاج. سبحان الله. فسبحان الله كانت من الأشياء اللي ثبتتني. من بعدها لما كانوا الناس يقولون الله يعوضك، ودي أتكلم، ودي أقول ما في عوض، بس أنا أحس إنها سوء أدب مع الله لما أقول ما في عوض في الدنيا. أنا ما أقدر، من الذي يتألى على الله؟ ما أقدر. فكنت أستحي صراحة من الله، فكنت أكتم هذا الشعور، وكنت أرى أنه شعور شوي مؤلم. ما أخفيك يا أستاذة حفصة، بداية وقلبي فارغ، يمكن لو يجي ملك يقول امضي فتحي ترى اللي شفتيه رؤيا وبناتك عندك، أقول إيه أبيهم. الآن بعد ما أظهر لي الله جزء من الحكمة، يمكن من بعد 6 شهور أو 7 شهور فتح الله علي، يعني عرفت أن الله يعني سبحان الله قدمني رسالة للناس عشان أصحح مفاهيم الناس ما أدري شلون فاهمينها. أنا قبل كنت أعتقد الناس نفس يعني في جزء من تفكيري، وأنا ما جبت شيء من عندي، قال الله وقال الرسول، لكن اكتشفت الناس الغالب منهم يتأثرون باللي حواليهم أكثر من تأثرهم بالكتاب والسنة، إلا من رحم ربي، وهم قلة، حتى اللي الله يرحمهم ما يتحدثون بهذا الأمر. فوضعني الله رسالة كان سببها شنو؟ انتشر مقطع من غير علمي، يعني لو علي أنا ما طلعت، لكن سبحان الله وكأن الله يهيئني لهذا الأمر. فلما طلعت وتكلمت كنت أجبر واحدة فاقدة، وتكلمت ما صار لهم تقريبا 2 شهر، تكلمت عن الصبر وعن الرضا وعن حياة البرزخ، بالشيء اللي أقدر أجبر فيه قلوب الناس. فكانوا يدخلون علي أمهات فاقدين زوجات، بنات فاقدين أمهاتهم، شلون صبرتي، شلون رضيتي، شلون، قلت شلون يعني شلون ما أرضى، يعني حياة لا تساوي جناح بعوضة. انتقلوا بناتي وأختي من حياة لا تساوي جناح بعوضة إلى روضة من رياض الجنة. نعم في ألم في البداية، لكن من أذكر إن الله أرحم مني في نفسي في أبنائي خلاص أطمئن. فما ظنكم برب العالمين؟ فشنو اللي اكتشفته يا أستاذة حصة؟ كثير من الأخوات قيام ليل، صلوات، يقرؤون القرآن، لكن قلوبهم كلها خوف، كلها حزن، كلها انكسار، حزن على ماضي، قلق على مستقبل، خوف من العين، خوف من الحسد، خوف من النصيب، قلوب مستحوذ عليها الشياطين. فالشيطان ما عنده مشكلة تقيمين الليل وتصلين داء طالما مستحوذ على قلبك. احنا ما قدر الله حق قدره. أنا قبل كنت أعتقد إني مؤمنة، لكن لما الله ربط على قلبي وأظهر لي جزء من الحكمة وثبتني في أشياء، والله العظيم إني أستحي إني أحزن. أنا ما عاد أقدر أحزن أصلا. فترة بسيطة جبر هذا القلب اللي سبحان اللي جبره. كنت أقول وين الناس المرجفين اللي قاعدين ينشرون مقاطع الفقد ومقاطع الخذلان ومقاطع الخيانة، الناس موجوعة، الناس مكسورة، الناس
وين الناس اللي قاعدين يبالغون في هذه المشاعر السلبية؟ ما هي من الله، من أنفسهم، من تفكيرنا، من ظنوننا، من اعتقادنا، من استحواذ الشياطين علينا. الناس صاروا يتكلمون عن الحزن والفقر والخوف والخذلان. طيب ليش ما نتكلم عن الله؟ ليش ما نتكلم عن الجبر بعد الكسر، عن العطاء بعد الحرمان، عن الهداية بعد الضلال، عن الشفاء بعد المرض؟ ليش قلة من يتكلم عن الله؟ يعني ما أخفيك يا أستاذة حصة، زاد إيماني صرت أخجل من الله أكثر، وصرت أستحي أقول إحنا وين عقولنا لما نعظم الدنيا؟ على شنو نعظمها؟ على شنو نحزن؟ يعني كثير منهم لما تفقد لها فقيد، وأنا لاحظت ناس إيش كثر ما عاد الحياة ما عاد تعني لهم شيء بعد فقيدهم. الحياة ما عاد تسوى، أنا أبي أموت بعد أمي ما تسوى، بعد أبوي ما تسوى، بعد ولدي ما تسوى. ما أخفيك يا أستاذة حصة، أنا شفت العكس. أنا حبيت الدنيا والله العظيم، مو لأنها دنيا، لا، لأني أدركت أني ما قدرت الله حق قدره. أدركت أن حياتي كلها أعتقد أني مؤمنة وقاعدة أجاهد نفسي وأتقي الله، لكني ما قدمت لله شيء. لأني لما عرفت الله أكثر عرفت أنه يستحق العمل أكثر، يستحق أني أتقرب إلى الله أكثر. فصرت والله العظيم ما عمري دعيت النفسي بإلحاح بطولة العمر قد ما أدعيها الآن، لأني أدركت قيمة الدنيا، قيمة الحياة، قيمة الموت. الموت هذا اللي الناس مرعوبين منه، حياة أخرى لا يدركها العقل البشري. طبعا أنا من 15 سنة وأنا أحب هذه القصص، فمن كثر ما أقرأ هذه القصص وتشبعت خلاص عندي قناعة أن الحياة هذه مؤقتة. يعني حتى انعكست على سلوكياتي، ما أحب أغلط على أحد، ما أحب أذي أحد. ليش؟ دائما يراودني شعور أني أنا في أي لحظة أموت، فما أبي لحقوق العباد علي، ولا بأذي أحد، ولا بأظلم أحد. فسبحان الله متعاملة مع هذه الحياة بسلاسة، ما عندي صعوبة أو ما أستصعب أي شيء. يعني قبل كانوا خواتي يسموني قاهرة المستحيل، ما أعترف بقوانين دنيوية، وكانوا يرون مواقف في القانون في السيستم يعدي. لما أحسن الظن بالله إن الله راح يعدي، والله العظيم كنت أرى مواقف كنت أتعجب منها، لكن ما على الله عجب. لما عرفت الله أكثر ما صرت أتعجب، صرت أقول ليش وصلنا مرحلة لما نشوف شخص يتكلم عن قصة أو عن رحمة الله له شفاء أو جبر أو نستغرب، إنه نبدأ نشكك فيه، نشكك في عقليته، نشكك في سلوكياته. ربي عظيم قادر على أن يقول كن فيكون، متولينا بأنفسنا وبمشاعرنا وبحياتنا وبتدبير أمورنا سبحانه جل في علاه. فسبحان الله، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. فبعد ما أظهر لي الله جزء من الحكمة ووضعني رسالة للناس وأشياء كثيرة، صار العكس. صرت يعني لدرجة أني قلت يا رب اغفر لي، مع أني كنت كاتمة هذيك الشعور ما تكلمت، لكن حسيت أنه سوء أدب مع الله لما كنت أعتقد أن الأجور في الآخرة والثواب في الآخرة والحكمة راح تظهر لي في الآخرة. لا والله، اللي عرف الله أو اللي يحاول أن يعرف من هو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والله ما يطول عليه بلاء، ما يطول عليه انكسار. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن حنا شو اللي لعب علينا؟ الشيطان صور لنا الدنيا جنة. الشيطان عظم علينا الأبناء والأزواج والمال وحب الدنيا لدرجة أن صرنا بدونها نعتقد أن حظنا ضعيف أو ما لنا حظ في الدنيا. لو تسألين يا أستاذة حصة الكل شنو مفهوم الحظ، كل إنسان راح يرد بناء على الشيء اللي فاقده أو الشيء اللي يعتقده، لكن الأجوبة راح تكون متفاوتة. لكن لو رجعنا للقرآن وفي مسألة الصبر ذكر الحظ في آية اللي هي شنو؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني شنو؟ يعني الصابر المحتسب المحظوظ في هذه الدنيا ما هو اللي عنده ماديات الحياة اللي الله يكرمها العبد المؤمن بعد شنو؟ بعد ما يعرف الله. نعم، في ناس الله يعطيهم الدنيا والآخرة، الله يفتح عليهم بركات الدنيا والآخرة، بس ما هو المؤمن الشقي، ما هو الاعتقاد اللي البعض يعتقد أن المؤمن حزين وشقي وكل ما زاد حزنه يؤجر عليه. لا، الحزن الزايد عن حده قد يهلك، لأنه نوع من اليأس. الحزن الزايد
هذا نوع من الاعتراض. أنا لما أحزن ويطول حزني معناته أني ماني متقبلة الوضع اللي أنا فيه، بعكس لما أرضى بقضاء الله وقدره وأقول الله قدر لي الخير في هذا الأمر، فما راح يطول علينا حزن. لكن حنا اللي نستجلب الحزن لأنفسنا طبعا مع الشيطان اللي قاعد يعظم علينا البلاء، يعظم علينا الذكريات. في ناس يعني ما أخفيك يا أستاذة حصة، يعني كثير ناس يكلموني أنا سنتين أنا ما قدرت أتخطى، سنة سنتين كلها مقاطع قاعدين يطالعونها عن الفقد والحزن، معلومات مغلوطة عن الموت، تفكيرهم من الموت قبر وحفرة وظلام. ما حد مدرك أو ما حد مستوعب أو ما حد مؤمن الإيمان الكامل، أو أقل شيء الكثير من الإيمان في اليوم الآخر، مع أنه ما يكمل إيمان المرء إلا بالإيمان باليوم الآخر. لما أؤمن إن في حياة أخرى، فليش يسيطر علي الشيطان في حياة أنا ما نظامنا بكرة أنا من الأحياء ولا من الأموات؟ الله يسعدك. فليش المبالغة؟ ليش الحزن؟ ليش الانكسار؟ الخذلان والخيانة اللي قاعدين ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعينك ويعطيك حتى يرزقك من خيرات الدنيا يا أستاذة حصة. لما أشوف قصص النساء والله وبالله إن 95% من النساء اللي قاعدين يقولون مشاكلهم بلاهم من أنفسهم. الله يصلح الحال يا أمي، الله يصلح الحال ويرزقك الثبات يا أمي، الله يرزقك الثبات وينفعك. اعتقادهم بأن الزوج سند، الأب سند، المال سند لك، الأمن الوظيفي سند. لا لا لا، غيروا مفاهيمكم. الله يسعدك يا أمي، الله يجزاك خير يا أمي ويكتب أجرك ويجعله ما أدري يعلق ولا لا، إلا يعلق. الله يجعله في ميزان أعمالك يا أمي. شكرا. آمين. شكرا آمين. لك، شكرا لك على فأدركت أن الإنسان، معليش طولت شوي بس بنهي بهذه النقطة لعل وعسى ينفع فيها أي وحدة الآن تسمعني. الناس اللي قاعدين يتكلمون عن مشاكلهم، عن اعتقادها الداخلي غلط، لازم تغيره. الخيانة رسالة، والخذلان رسالة، حتى العقوق رسالة. يعني حتى الأم بداية لما تربي عيالها تربي واعتقاد منها عيالي راح يسندوني، فتتفاجأ أكثر الأمهات اللي تكرس كل حياتها لعيالها وتضحي أكثر من اللازم وتعطي أكثر من اللازم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتعتقد أن الشيء هذا راح يسندونها. الله يوريها إن ما في إلا الله، فيجعل العقوق رسالة لها عشان يرجعها لله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الخيانة رسالة، الخذلان رسالة، الفقد رسالة، سجن الولد رسالة، كل شيء اختبار من اختبارات الحياة رسالة لك. أن رضيتي وصبرتي وتعاملتي بحكمة وسندتي الأمر لملك الملوك، تجردتي من أي أحد، خلاص أنا ممكن أني أسأل الله ويلهمني أو يجعل أم اليسر في حياتي توجهني لهذا التوجيه، ترى من الله. ما أقول أمجد أم اليسر وأترك فضل الله علي، لا، فضل الله اللي جعل أم اليسر في حياتي أو في طريقي أو في دربي. الحمد لله. حبيت إني أشارك لو بالشيء القليل. طبعا كانوا متابعاتك يقول لي إلا تشاركي مع أم اليسر. والله لي الشرف، لي الشرف، مع إني ما كنت مستعدة، بس قلت يلا أتكلم لو بالشيء القليل. مشاركتك عزيزتي ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن اختصرت بثوثي كله. الله يكتب أجرك، الله يكتب أجرك، وهو تعزيز العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وربط العقل وربط الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. شاكرة لك، الله يسعدك. والله إني أدعي لك، والله إني أدعي لك وأنت ما تعرفين يا بعد لكني قلبك. أشوفك ما شاء الله تبارك الرحمن إنسانة، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل لك الأثر الجميل في نساء الأمة. آمين يا بعد راسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تشرفت يا أمي، يا هلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يثبته ويعوضها العوض الجميل يا رب في الدنيا وفي الجنة.